معانا احمد المحمدي من انجلترا، ومبارك له. مساء الخير يا محمدي. كابتن سيف، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وحشني جدا، والف الف الف مبروك، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك. الله يبارك في حضرتك يا كابتن، ربنا يخليك. طمني بقى، يعني شايفك انا دلوقتي على الشاشه قدامي بترقص، بتحتفل، فرحان، بتبوس الدبله. كنت لسه بقول دلوقتي حقك بمنتهى الصراحه تعمل اي حاجه، يعني انتصار مش بيحسب بس للمحمدي، هو بيحسب لكل لعيب مصري محترف بره. الحمد لله يا كابتن، والله النهارده يمكن الحمد لله يمكن ربنا كرمنا النهارده، يمكن جت لاخر دقيقه. يمكن احنا خلصنا ماتشنا وكنا لازم نستنى 15 دقيقه عشان الماتش الثاني ما كانش لسه خلص. فالحمد لله ربنا اداها لنا في اخر دقيقه. احنا تعبنا كتير الموسم دوت، اللعيبه والاستاف والجمهور، كل الناس تعبت. الحمد لله على الصعود ده، وصعود يعني يمكن صعود تاريخي، يمكن هيحسب لنا في التاريخ ان احنا شاركنا مع فرقه في الشامبيونشيب وصعدنا معاها البريمير ليج. الحمد لله. طمني يعني عليك، بتفكر ازاي دلوقتي؟ يعني هل هترجع فرقتك تاني؟ هتكمل مع هال سيتي الموسم اللي جاي لك عروض تانية؟ بتحلم عندك طموحاتك اعلى من كده؟ والله يا كابتن سيف، يمكن حضرتك عارف انا ليا موسم لسه في عادي مع ساندرلاند. انا كنت اعاره لهال، فدلوقتي الموسم بالنسبه لي انتهى مع هال، فلسه هقعد طبعا مع المسؤولين مع ساندرلاند، ولسه يمكن دلوقتي في اجازه بقى، فخلاص فلسه هقعد مع المسؤولين في ساندرلاند وهفكر. فان شاء الله اللي ربنا كاتبه ان شاء الله باذن الله هو اللي هيحصل. ان شاء الله باذن الله. انت لاعب ملتزم محترم. محمدي، هل معاك فتحي، معاك جده، معاك حد منهم نبارك له؟ لا والله، فتحي وجده مشوا الاثنين، مش موجودين جنب دلوقتي. رجعوا مصر؟ لا ما رجعوش مصر، لا هم الاثنين مشوا، روحوا تقريبا. معايا حد انجليزي ممكن لو حضرتك عايز تتكلم مع حد انجليزي. لا الحقيقه الاثنين مشوا تقريبا، مش جنبي. لا مش جنبك. يعني واضح ان بعد الجواز ابتديت تفوق، واضح ان في حاله استقرار، واضح ان عندك حاله سعاده، يعني واضح ان شاء الله باذن الله الدنيا، خصوصا ان انا عارف ان انت خلاص يعني عملت الاقامه بتاعتك في انجلترا، مظبوط؟ يمكن زي ما حضرتك بتقول فعلا، يمكن هي خطوه، طبعا خطوه كويسه جدا بالنسبه لي، حاله استقرار. فاكيد يمكن اي لعيب كوره لازم حاله الاستقرار دي تبقى موجوده. لما تبقى موجوده عنده فاكيد طبعا مفيش حاجه بقى يعملها تاني غير اللي هو بقى يبص لمستقبله، بيركز جدا في الملعب. هو ده اللي الحمد لله اللي انا عملته، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تبقى احسن ان شاء الله يا كابتن سيف مع النادي ان شاء الله اللي هيبقى في المستقبل، وان شاء الله بقى مع المنتخب الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه خلاص احنا خلصنا مع الانديه، فتقريبا الفتره اللي جايه هتبقى فتره المنتخب ان شاء الله. هسألك سؤال، يعني أنا ممكن أكون عارف إجابته بس الناس مستنية تسمع إجابته منك. هل بعد كل انتصاراتك وإن شاء الله بإذن الله يعني كل الإنجازات اللي أنت بتحققها، عندك حلم تروح كأس العالم مع منتخب مصر برضو؟ والله يا كابتن سيف، كل الإنجازات ديت وكل اللي بيحصل دوت طبعا دي حاجة كويسة جدا بتتحسب للاعب وبتتكتب في تاريخ اللاعب، بس مفيش حاجة أحسن من إنك تلعب في كأس العالم. يمكن اللعيبة اللي بتلعب معانا في أوروبا وبتتكلمنا عن إن هي لعبت في كأس العالم، ده حاجة كبيرة جدا وشعور كبير جدا، فاحنا عايزين نحس بقى بالشعور دوت، واحنا قريبين جدا منه. فان شاء الله ربنا يوفقنا في الفتره اللي جايه، نركز جدا في الثلاث ماتشات اللي باقيين في المرحله ديت، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونصعد المرحله اللي بعدها ان شاء الله، وبعد كده باذن الله يبقى الصعود الكبير لكاس العالم ان شاء الله. تقول ايه لبروس يا محمدي بعد ما يعني راهن عليك وفي الاخر كسب الرهان؟ اقول له طبعا بشكره جدا، الراجل راهن عليا في اول السيزون، الحمد لله يمكن اخدت احسن لاعب السنه دي في الفريق، والحمد لله صعدنا، وده الانجاز الكبير، فبشكره جدا طبعا. وان شاء الله يعني يمكن الفتره اللي جايه باذن الله تبقى معاه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، بالتوفيق لتوفيق ومن نجاح لنجاح. بشكرك شكرا جزيلا. يعني المحمدي نجم منتخب مصر ونجم هال سيتي، وان شاء الله باذن الله تكون فاتحه لكل المصريين، سواء جده سواء فتحي، يعني سواء برضو النني النهارده معانا برضو خبر ان هو مضى في بازل 4 سنين. محمد صلاح في كلام في توتنهام ان هو جاي له عرض كبير جدا، اعتقد ان دي اخبار سعيده جدا، اخبار بتفرحنا. العرض نفسه بيبقى انتصار لاي واحد فينا، لاي لعيب مصري، العرض نفسه انتصار.